السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقاب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس التقنية في العين والأذن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن بالإمكان في أي وقت من الأوقات إنتاج صورة واضحة ودقيقة كتلك التي تنتجها العين. وفي كل من الكاميرا والتلفزيون هناك هبوط في نوعية الصورة. يدعي الداروينيون أن الآلية التي تنتج هذه الصورة الواضحة والدقيقة قد تطورت بمحض الصدفة. ولو أن أحدهم قال لك أن التلفزيون الموجود في غرفتك تشكل بمحض الصدفة، حيث تجمعت ذراته مع بعضها البعض لتشكل جهازا ينتج الصور، هل كنت تصدقه؟ لا. كيف يمكن للذرات أن تصنع ما لم يستطع آلاف البشر أن يصنعوه؟ وإذا كان الجهاز ينتج صورا بدائية بالمقارنة مع ما تنتجه العين، لا يمكن أن يتكون بمحض المصادفة. فمن المؤكد أن العين وما تراه لا يمكن أن تتشكل بمحض المصادفة. وهذا الكلام السابق ينطبق على الأذن، حيث تلتقط الأذن القارية الأصوات الموجودة من خلال الصوان، ثم توجهها إلى الأذن الوسطى التي تنقل بدورها ذبذبات الصوت من خلال تكثيفها لترسلها الأذن الداخلية إلى الدماغ الذي يترجمها بدوره إلى إشارات إلكترونية تماما كما يحدث في العين، لتنتهي بعدها عملية السمع في مركز السمع في الأذن. وكل ما ذكرناه عن العين يصدق على الأذن أيضا، فالدماغ معزول عن الأصوات كما هو معزول عن الأضواء، حيث لا يدخله أي صوت. ومهما يكن من ضجيج في الخارج، فإن داخل الدماغ يبقى صامتا بشكل تام. ومع ذلك فإن الدماغ يفهم أوضح الأصوات، فمن خلال دماغنا المعزول عن الصوت نستمع إلى سيمفونيات والأوركسترا، ونسمع الضجيج في الأماكن المزدحمة. ومع ذلك لو أننا قمنا بقياس مستوى الصوت في داخل الدماغ بأدق الأدوات لسجلت هذه الأدوات أن الصمت المطبق يعم هناك. وكما هي الحال بالنسبة للصور، فإن عقودا قضيت في محاولة توليد وإنتاج أصوات مطابقة للأصوات الأصلية. وكان نتائج هذه المحاولات قالوا المسجلات الصوتية أجهزة تحسس صوت وأدوات إعادة الإرسال. وبالرغم من وجود كل هذه التقنيات ووجود آلاف المهندسين الذين يعملون على تحقيق هذا الهدف، لم يوجد بعد أي صوت يمتلك الدقة والوضوح في مستوى الذي تسمعه الأذن. فكر بأجهزة إعادة الإرسال ذات التقنية العالية التي تنتجها أكبر الشركات الصناعية، وعندما يسجل الصوت بواسطة هذه الأدوات فإنه يفقد بعضا من مميزاته. وعندما تدير هذه الأجهزة لابد أن تسمع هسهسة قبل أن تبدأ الموسيقى، في حين أن الأصوات التي تنتجها تقنيات جسم الإنسان دقيقة وواضحة تماما. والسلام عليكم ورحمة الله.